مساء الخير يا جماعه، ايه الاخبار؟ انا عايز اتكلم عن التحويش والادخار وازاي الناس واخده الفكره دي غلط تماما وما بيرضوش يحوشوا وبيصرفوا اللي معاهم اول باول علشان كذا سبب، وبيحرموا نفسهم من مستقبل احسن بسبب مغلوطات او حاجات غلط هم بيفكروا فيها في دماغهم. الناس اللي بتيجي مثلا بتصرف في حاجات ملهاش لازمه، وليكن مثلا خروجه بره، او مثلا انت بتخرج خروجتين مش عايز تنزلهم لخروجه واحده في الاسبوع. الخروجه اللي هتوفرها دي مثلا كانت هتوفر لك 250 في الاسبوع وال 1000 جنيه في الشهر، يعني وفرت 12000 في السنه. انت طبعا لما تيجي تعمل كده حسبه بسيطه مع نفسك بتلاقي ان ال 1000 جنيه في الشهر دي اللي هو مثلا بتاع 12000 في السنه مش هيجيبوا لك موبايل جديد، مش هيسفروك سفريه حلوه، مش هيجيبوا لك لابتوب، مش هيعملوا لك حاجه مستاهله بالنسبه لك، فعشان كده انت ما بترضاش تحوشه وبتعيش اول باول. ده الفكر بتاعك. ممكن تكون انت بتفكر كده فعلا زي ما انا بقول لك دايركت، وممكن بتفكر بالطريقه دي بطريقه مش دايركت، ان انت مش بتفكر كان ممكن يحصل لك ايه لو حوشت الفلوس دي. يعني انت بتصرف اللي معاك اول باول عشان انت اصلا مش عارف قوه التحويش اللي ممكن تحوشه ده كان ممكن يعمل لك ايه. فدلوقتي انا عايز اوصل لك لحاجه، انت مثلا عرفت توفر 1000 جنيه في الشهر او من 10000 ل 20000 في السنه، فانت شايف المبلغ ده مش مستاهل ان انت تقعد حارم نفسك سنه كامله علشان تعمل الحاجه تحوش المبلغ ده اللي هو مش هيجيب لك حاجه اصلا في الاخر. انا بقى عايز افهمك منظور تاني او برسبكتيف تاني زي ما بيقولوا كده، ايه اللي كان ممكن يتفتح لك وانت حرمت نفسك منه بسبب ان انت ما حوشتش المبلغ ده. اول حاجه، انت مش بس بقيت اغنى ب 20000 جنيه زياده او ب 10000 جنيه زياده، انت كمان حافظت على صحتك وعلى جسمك من اكل بره اللي مش صحي تماما، وان انت اصلا المفروض تبقى واخد خطوه ان انت ما تاكلش من بره نهائي، لان 99% من الاكل بتاع بره ده احنا مش عارفين بيتعمل ازاي ومصدره عامل ازاي، فبيبقى غلط في الصحه. وكمان حافظت على عقلك ان هو ما يستهلكش على فاست فود او على اكل مش كويس او مهدرج او ايا يكن بقى اكل معمول ازاي. فبالتالي انت هتبقى منتج اكتر وهتعرف تعمل فلوس اكتر من اللي بتعملها دلوقتي. يعني انت ممكن تبقى كفلوس او كحسبه في الاول انت فاكر نفسك حوشت 10000 بس او 20000 بس، لكن انت اصلا هتبقى منتج اكتر لان انت صحتك بقت احسن، بقاش عندك الخمول بتاع الاول بسبب الاكل بتاع بره. غير في كمان نقطه انت مش واخد بالك منها، ان انت فعلا حوشت رقم ما يجيبلكش موبايل كمان سنه. دي الارقام الفعليه، لكن ده لو انت بتحوش بس. لكن انت لو كنت استثمرت الفلوس دي في كذا اصل من اللي هم ممكن يكبروا مع الوقت، كان ممكن الرقم بتاعك يعدي ال 20000 بكتير. وفي امثله كتير قوي في الذهب، في البورصه، في العقارات. حتى لو العقارات الجزئي كان ممكن الفلوس اللي انت مستقل بيها دي كانت ممكن تنقلك في حته تانية لو كنت بتخصص جزء بسيط جدا ان انت تحوشه او تستثمره كل فتره. ابسط مثال عندنا هنا في مصر مثلا اخر 3 4 سنين الذهب زاد معانا اكتر من 1000%. يعني الجرام كان ب 800 جنيه بقى ب 8000 جنيه. فتخيل انت لو كنت حاطط فلوسك في الذهب ايام ما كان ب 800 جنيه. الميزه الثانيه بقى ان انت ممكن يجيلك فكره مشروع قدام انت مش في دماغك دلوقتي، بس ممكن تجيلك الفكره دي او تجيلك فرصه قدام لمشروع معين، اللي بالصدفه ولحسن حظك هيكون معاك الفلوس الكافيه اللي تخليك تفتح المشروع ده، علشان انت كنت عامل حسابك وكنت محوش مبالغ صغيره تخليك متاح ليك او عندك الامكانيه ان انت تعرف تخش في المشروع ده. فهي دي قوه التحويش الحقيقيه، ان انت ممكن تكون الفلوس قليله في الاول بس الاكيد ان هي مش هتفضل قليله طول عمرها، هي هتكبر مع الوقت. والاهم اصلا من ان انت يكون معاك فلوس قليله ولا كتيره، ان انت يبقى معاك فلوس اصلا. مش مهم المبلغ قد ايه دلوقتي لان هي كده كده هيكبر قدام. اهم حاجه ان انت ما تبقاش على الحديده، لكن لما يبقى معاك فلوس انت كده بقى عندك الامكانيه ان انت تحرك الفلوس دي، تكبرها، تدخلها هنا تدخلها هنا، ويتفتح لك فرص كتير قدام. فكل هدفي بعد ما تخلص الفيديو ده اتمنى ان انت ما تستقلش تاني بالتحويش مهما كان المبلغ بتاعك قد ايه. صدقني جنيه واحد بس بيفرق، وبعد كده تفضل تحوش ولو مبلغ صغير علشان تعرف تحرك فلوسك وتعرف ان انت يبقى عندك الامكانيه انك تكبر قدام. طول ما انت مش مديون وطول ما انت بتعرف تحوش مبلغ من مرتبك او من الفلوس اللي بتجيلك كل شهر، صدقني انت كده بقى عندك الامكانيه او عندك البوتنشال ان انت تعرف تكبر بطريقه مش طبيعيه ان شاء الله، لان انت بتعرف تفتح لنفسك فرص كتير. بس كده ده كان فيديو سريع واعتقاد خاطئ عند معظم الناس انا حبيت اوضحه. يا رب تكون الصوره وضحت، ولو في حد عنده اي كومنتات او اي حاجه يكتبها لي تحت وانا بشوف وبرد على الناس كلها. شكرا ليكم ومع السلامه.